ده الملمح ده من تعقبه في السيرة يعلم ايه؟ ان قدر كبير جدا من الاسلام مبني على فهم طريقة الانسان في التصرفات اللي هي نفسية الناس، النفس البشرية. اللي يفهم النفس البشرية، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم جعل اعلى، انا زعيم بيت في ادنى الجنة، انا زعيم بيت في ربض الجنة، انا زعيم بيت في اعلى الجنة. خلى اعلى الجنة لمين يا مولانا؟ من حسن خلقه، واقربكم الي يوم القيامه احسنكم اخلاقا. ليه حسن الخلق؟ حسن الخلق فيه قدر كبير جدا من التغافل والتمشي وبتاع، وقدر كبير جدا من فهم الناس. يعني في واحد جه شتمك، حسن الخلق ان انت تعمل له ايه؟ ما تشتموش. واحد يقول لك ايه يا اخي ما تشتموش، يا شتمني ضم سيبه، طب يلا. ده الاسهل. الصعب ان انت تتفهم هو شتم ليه، غاضب وبتاع، فانت ممكن تمتص غضبه وبتاع وتكلمه فيرضى. واحد يقول لك وفي ايه حد يعمل كده؟ اما النبي صلى الله عليه وسلم فقد فعل هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم استحسن هذا، ان الناس ايه؟ يكظم غيظه ولا يرد الاساءه باساءه وكذا. ينفع كده؟ ينفع كده، ان هو قادر على ان يمضي غضبه ولا يمضيه. ده الله عز وجل ياتي به يوم القيامه فيخيره يعني من اي نعيم الجنه شاء. ليه؟ لانه كظم غيظه وهو قادر على ان يمضيه. فحسن الخلق ده عايز قدر كبير جدا من التفاهم ايه؟ البشري.